ليه لازم اعمل ماركت ريسيرش؟ علشان المعلومه بتوجه، المعلومه بتخسر، معلومه بتكسب. هل انا ممكن اعمل الماركت ريسيرش ده اونلاين؟ لا، انا باخد سياق عن هل هل مجال معين، تمام، من خلال البحوث الاوليه، البحوث السنويه، تمام مم. كده. فانا ممكن اشوف التقارير، اشوف المواقع، اشوف الافصاحات، لكن لا اعتمد عليها، لان احنا ما عندناش افصاحات كامله عن الداتا، او ما عندناش معلومات او منصات اقدر اعتمد على الداتا بتاعتها في اتخاذ قرار في البيزنس. طيب المفروض الماركت ريسيرش ده اعمله كل قد ايه؟ يعني لو عملت مثلا ماركت ريسيرش من سنه خلاص كده الموضوع انتهى، ولا ممكن لا، ما هو الفكره كلها انك لما تشتغل ماركت ريسيرش تحوله لاستخبارات تسويق، تمام. ان انت وانت بتعمل الماركت ريسيرش في نهايته تقدر تعمل شبكه اتصالات مع السوق، علشان مش كل شويه تتكلف، لان الماركت ريسيرش غالي وتكلفته غاليه جدا. فانا اكيد مش هاجي كل 6 شهور اعمله، او كل 3 شهور، بالاخص ان السوق متغير. في معلومه ممكن تكون بتدرسها النهارده، بعد ما بتخلص المعلومه اتغيرت، فممكن تؤثر عليك. وانا بعمل ماركت ريسيرش لازم اعمل هيكل اتصالات مع السوق. طيب الناس بيقولوا ان انت بتنزل الغاز كتير على الاكونت بتاعك، انت هذا السؤال بتعمل اللي كده لسه ليه؟ دلوقتي، بتعمل كده لان ليه؟ ليس كل ما يعرف يقال، واحيانا كتير جدا الناس تتعامل مع الصدمه احسن ما يتم تنبيههم منها. ده بخلاف ان الناس ما بتحبش تتصدم في معلومات، او تتصدم في داتا، او تحس بقلق، لان الناس او معظم الناس ما بيحبش يتعب نفسه في التفكير، لكن هو بيحب يعيش في دور المظلوميه والخوف. فانت ممكن تنزل جمله كده مبهمه، هي هتوصل لاصحابها اللي هيفكروا ويدوروا عليها فقط لا غير يعني. تمام. طب بالنسبه لاصحابها اللي هيفكروا يدوروا اه. عليها، لو هنديهم نصيحه واحده بس في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها دي، تكون ايه؟ تابع السوق، تابع معلومات، وما تستخسرش اي حاجه في اي داتا وفي اي بيانات واي معلومات، لكن تاكد ان هي متصله بالمشروع بتاعك، محدثه بشكل يومي. وما تشتريش معلومه وانت ما عندكش امكانيه، او ما عندكش حتى النيه انك تحدث عليها وانك تبني عليها، مش مجرد انك تاخدها تحطها في درج المكتب وخلاص. شكرا شكرا حبيبي يا ابو حميد، شكرا شكرا. وحشنا اسيوط. الله يكرمك. هنشوفك قريب ان حبيبي. شاء الله. ماشي يا ريس.